السلام عليكم. السلام إلى كافة الإخوة والأخوات. كما واضح في درس اليوم هو كومنتات وقلنا أن التساؤلات متاعكم هي اللي باش ناخذوها في سياق الحلقات القادمة إن شاء الله إذا رب العالمين وفقنا بالطبع. سؤال اليوم: هل من الممكن اكتساب رفقة أو عهد من الصيام الروحي؟ وهذا اللي باش نحكي عليه في الحلقة متاع اليوم إن شاء الله. الحلقات القادمة على حسب الكومنتات هما تقريبا 5 حلقات إن شاء الله، ومن بعد نشوف الكومنتات نتاعكم ونوظفوا الحلقات اللي باش تجي من بعد. إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله إذا رب العالمين وفقنا، ما هي الطريقة لمعرفة الشخص الحاسد؟ واضحين إن شاء الله. هذا يكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله. الحلقة اللي تليها هو سؤال آخر يقول: من هو بعد شخصية غامضة ذكرت في القرآن وهي ذكرت في كثير من الكتب السماوية وعبدوه في كل الحضارات القديمة؟ هل هنالك من يعرف؟ إن شاء الله باش نحكيو على الأصنام وكيفية بداية عبادتها في المجتمعات الإنسانية. واضحين؟ لأنه كثير من الحكايات مش بعد فحسب، هما كل ينضموا تحت إطار واحد. فما سؤال آخر قال: وما الفرق بين الزهري والزهري الملكي؟ ما الفرق بين الزهري والزهري الملكي؟ هذا إن شاء الله نقصه حق. آخر كومنتير قال: نحكي على الكومنتات اللي فيها تساؤلات. مشكورين الأخوة اللي حطوا كومنتات، هذا ينشط القناة إن شاء الله. ما الذي جعلك تتوب عن الأعمال السفلية ولا تحب التكلم عنه؟ إن شاء الله هذا نخصوا له حلقة، لأنه حتى بيدخل في هذا. فما صديق عزيز طلب قال توضيح لماذا يخوفون من الأعمال السفلية، باش نوضحوا جملة نقاط باش الكل يفهم. وننتظروا في بقية تساؤلاتكم إن شاء الله في المستقبل باش نحكيو بصفة معمقة في الأشياء اللي تدور في الخواطر متاعكم، لأن الأشياء اللي تدور في الخواطر متاعكم لما تلقوا لها فهم يصبح عندكم وعي حقيقي بالأمر. واضحين؟ هذا ناخذ موضوع الدرس بتاعي. هل الصيام الروحاني هل من الممكن لما الإنسان يقوم بالصيام الروحاني اكتساب رفقة أو عهد أيا كان العهد؟ باش نوضحوا شنو هو الصيام الروحاني تحديدا، علاش الروحانيين يقوموا به، أو الإنسان اللي يحب يصلح من نفسه علاش يقوم به. الصيام الروحاني هو الابتعاد عن كل ذي روح، الابتعاد عن كل ذي روح وما خرج من روح. وعلاش؟ لو إن وضحناها سابقا أو نزيد نوضحه في الإعادة إفادة إن شاء الله. لما الإنسان يعمل صيام روحاني يتخلص من أي تردد خارج على التردد الذاتي متاعه. شو معنى؟ كل إنسان عنده تردد ذاتي يخص. لما تاكل لحم الأبقار أو لحم الحيوانات بجملته، أو ما ينتج عن الأبقار، صحيح الجسد باش يكتسب بروتينات من العناصر هيك، لكن باش ياخذ الترددات متاعها معاه في الجسد متاعه، فيصبح عنده نوعا ما تشويش في التردد متاعه، يحاول يرجع للتردد الأصلي متاعه. وهكذا العملية يقوم بها الروحانيين بصفة عامة. حتى الخلوة نفس الشيء، هي لضبط الترددات الشخصية متاعك أنت، الترددات اللي تخصك تحاول تنقيها إلى أقصى درجة. هذا يحقق لك أنك تتعرف على ذاتك أو تتعرف على التردد متاعك الأصلي. هيك علاش يقوموا به الروحانيين أو غيره. هل ينجم يكسبك رفقة حسنة؟ هل ينجم يكسبك رفقة حسنة أو عقود أو عهود كما تحب؟ هو قال عهود، ما نقول عقود، لأنه كل عهد عقد بين طرفين.
لما تقوم بالصيام الروحاني، إذا الإنسان ما عندوش أذى روحاني، ما عندوش تسليط على الأملاك الشخصية بتاعه من الطرف الأملاك السفلية، لأنه هي المستقبل لجميع الأضرار اللي تنجم توقع للهذا متاعك، وهي بوابة الساحر وخلافه من الأضرار الروحانية، لأن الأطراف العلوية والأرضية لا تضر بالإنسان بل تحاول نفع الإنسان. لكن الإنسان لما يخلي البوابة السفلية مفتوحة، في نفس الوقت هو يضر بالهالة متاعه ويضر بالأملاك متاعه، والأملاك متاعه الأرضية والعلوية تقف متفرجة لنا لأنه هو السبب في استقطابها. باش تقول الإنسان الذي سحر له، الذي سحر له لا يسحر لإنسان إلا أن يكون على خطأ أو قام بخطأ، وكلنا خطاؤون، راهوش نبقى واضحين، فماش إنسان مش خطأ، لكن خطأ من خطأ يفرق. هنالك فرق في الأخطاء أو في الخطيئة. الخطيئة العظيمة ماهيش كما الخطيئة البسيطة. الخطيئة اللي تكون على وعي ماهيش كما الخطيئة اللي تكون بدون وعي. واضحين؟ أنا في الحالة هذه لابد أن يتم العلاج متاعك. هل الصيام الروحاني يكسبك رفقة؟ لا، بالعكس. إذا التردد متاعك سليم وعندكش أذى روحاني، فأنت تفتح الباب للملك الحارس متاعك اللي هو الحاكم على الأملاك العلوية أنه يتواصل معك، لأنك ألغيت أي ترددات خارجية أو مضافة على الهالة متاعك. هذا يحسن. لكن فما ناس تاخذ شهر، فما ناس تاخذ سنة، فما ناس تاخذ 10 سنوات، على حسب. إذا ما يكونش فما شكون يوجهك، لأنه دائما لما تصعد حافلة لابد أن يكون فيها سائق باش يوجهك للوجهة متاعك، الوجهة اللي أنت تقصدها. لابد فما شكون عالم بالطريق اللي أنت ماشي فيه باش يوجهك توجه صحيح. واضحين؟ تحسن علاقتك مع الأملاك متاعك الأرضية والعلوية، وينجم يكون فما اتصال إذا كانت النية متاعك صافية 100%، ويصبح التردد متاعك متوافق مع التردد الكوني، لأن كل إنسان فيكم عنده تردد، والتردد بتاعه متصل بالتردد الكوني أو بالعقل الكوني اللي هو مسجل فيه كل المعلومات. ما مضى وما سوف يكون بالنسبة لديك أو لك في المستقبل في مجال امتحاناتك، لأن الملك الحارس أو الجان العلوي أو الأرضي ما يعطيوكش المعلومات هذه، وغالبا حتى الروحاني لو علمها ممنوع أنه باش يعطيها، لكن يوجهك بطريقة مرموزة للهدف متاعك بالرمز. لأنه ممنوع أنك باش تعلم إنسان شنو الامتحان اللي قادم عليه، وممنوع أنك باش توجه أنك تجعل أنك أنت اللي تختار في مكانه. لو كنت معلم روحاني لابد أنه يخوض التجربة بمفرده، ولابد أنه ينجح فيها باختيار. واضحين؟ العهود كيف تصنع أو كيف تبرم، أو العقود، لأنه عقد ستطرون هو عهد ستطرون، لأنه هو عهد تعاهد عليه فئة من الإنس والجان على أنه يستمر إلى قيام الساعة. مثلا عقد التهاطيل كيف، أو عهد التهاطيل. فما ناس تقول عقد، فما ناس تقول عهد، لكن الروحاني ديما يقول عقد، لأنه على قناعة أنه عقد بين طرفين، إنسي وجان. واضحين؟ هذا ما يكونش بالطريقة هذه. يا إما يوجهك شخص متمكن للخلوات وتقوم بالخلوات بمفردك، يا إما يكون هو مبرم لك العقد في الطرف متاعه نيابة عليك، يعني يكون هو متعاقد ويدخلك بذمة العقد وتوقع تحت التجربة لمدة سنة. إذا أثبت الجدارة متاعك فهي مدى الحياة، وحتى ما أثبتش الجدارة متاعك لو يبرم لك عقد تبقى مدى الحياة بالنسبة لك أنت. وهذا حماية حتى في الهالة متاعك. معناها فتح الهالة هو صحيح 5 سنوات، لكن لما يتوجد العقد إثبات واتفاق بين طرفين أن الإنسان هذا يبقى دائم مفتوح الهالة، لكن درجات تواصله
مع الأملاك بتاعه أو أطراف العقد أو أطراف العقد اللي تحت العقد الأصلي. فهذا في ذمة الشخص المريد، هذا نسبة لأعماله واختياراته في مجال صراطه اللي يخص. واضحين؟ الرفقة الحسنة، الرفقة الحسنة موجودة، وأحيانا لما الإنسان يكون صادق في نيته ترقى أطراف تتطوع له، وهذا لاحظته سابقا، لاحظته بكثير من الحالات. تجد أطراف متطوعة أنها باش تساعده. أحيانا الإنسان يجيك ما عندوش أموال، ما عندوش، رب العالمين ما سخرلوش الإمكانيات هذه، لكن مع هذا تسخر الإمكانيات من رب العالمين بأسباب. أشخاص آخرين يتبرعوا له، أشخاص آخرين يعاونوا، ناس يتنازلوا على قيمة المواد الأولية مع سعر المواد الأولية، روحاني يتطوع إنه باش يخدم له مجانا. هذا كل تسخيرات من رب العالمين وهذا نتيجة لما في نفسه، حتى لو يكون هو في المعاصي. أحيانا ساعات تلقى إنسان عاصي، وهذه حالات وردت ونعرف إنه هو عاصي، لكن في قرارة نفسه بينه وبين خالقه هو إنسان نظيف ويحب يكون إنسان نظيف، لكن مش راقي الأسلوب اللي باش يكون به إنسان نظيف. مع هذا رب العالمين يسخر له خلق باش يعاونه، سواء كانوا من الإنس أو من الجن، أيا كانت الظروف اللي باش يعاونوا فيها. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، والكل أسباب لإصلاح الأمر متاعه. فإن توفرت الأسباب وأصلح الأمر متاعه قد فاز فوزا عظيما. إن كان العكس أعطيت له الفرصة وسوف يجاهر بها يوم القيامة أمام خالق. لقد أعطيناك الفرصة ولم تستغلها، وفرنا لك كذا وكذا وكذا ولم تستغلها. راه الإنسان عبد الله مثلا، وهذه على قناعتي ومتأكد منها 1000%. لما نعرف شخص ما عندوش الإمكانيات ونتبرع له بالمجال متاع العمل متاعي، مع أجرتي في العمل نتبرع به، هل هذا اختياري؟ لا، هذا اختياري لأني أعلم أن رب العالمين جعلني سبب له، وكما سوف يجعل لي أسباب من خلقه وكائناته التي خلق في هذه الكون، وهو مجال امتحان. هذا نحكي بصفة شخصية. الإنسان المتبرع نفس الشيء، ما يجيش إنسان يتبرع ويكون في ذات نفسه أنه صاحب فضل، لأنه لن يدخل في الكبر. ما مكنت فيه مكنك فيه عز الخالقين أو سيد الخلق عز وجل. هذه هي كيفاش تتكون العلاقات أو تتكون العقود. ما فماش طريق بدون سبب، وما فماش سبب بدون مسخر. الصيام الروحاني مفيد، صحيح أنه مفيد ومفيد جدا، حتى في حالات الإصابة. ولو مش نحكيو على حالات الإصابة ممكن نخصصوا لها حلقة وحدها. أحيانا تلقى المصاب هو ذات نفسه راغب في العلاج وممتنع عن العلاج في نفس الوقت. لابد أنه الروحاني باش يساعده، لابد أنه يعرف النقاط هذه. أحيانا تورد حالات راغبة في العلاج، لكن لما تجي مرحلة العلاج تتقوى العناصر السفلية عليه في الخواطر متاعه أو في النفسية متاعه، فهو ذات نفسه يرفض العلاج. في الحالة هذه كيفاش بتصير؟ أن رب العالمين سخر لك الإمكانيات فعالج الشخص المصاب. وإذا رب العالمين ما سخر لكش الإمكانيات، رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها. أنا باش تفهم الوضعيات لازمك تعرف. احنا موضوع الصيام الروحاني، لو ان خرجنا عن النطاق تاع الصيام الروحاني ودخلنا في مرحلة العلاج، لأنه كلها مرتبطة ببعض، كل الأمور مرتبطة ببعض. ككف اليد، راحة اليد مرتبطة بأصابع، وأصابع هذه وراحة اليد مرتبطة باليد، واليد مرتبط بالجسد. كل شيء مرتبط ببعض.
فرضا قمت بالصيام الروحاني وقريت وعملت 35 ختمة على كيفية الإنزال بالنسبة للقرآن الكريم. هذا يحفز الأملاك متاع الصور اللي تخصك أو تتوافق مع أملاك الشخصية، أنها تتفاعل معك وتسخر لك الأسباب ذاتها، أيا كانت الطريقة اللي بتسخر لك بها الأسباب، وهذا يعتبر رفقة حسنة ذاتها. قراءة الأسماء الحسنى بالطريقة الصحيحة كما وردناها في سياق الحلقات بتاع الأسماء الحسنى، هذا يحقق لك الرفقة الحسنة مع الصيام الروحاني. لكن لنا لابد أنك تكون ملتزم. واضحين؟ الصيام الروحاني وحده هو تطهير هالتك أو الذبذبة الخاصة بك أو التردد الخاص بك كإنسان، وكل إنسان عنده تردد خاص به. في الحالة هذه تنقي كأنك تنقي نفسك من الدنس، كأنك خذيت ثوب متسخ أتممت الغسل متاعه. لما ثياب نظيف تكون رائحة متاعه طيب، فكل ذي طيب أو كل ذي عمل طيب يحاول يتقرب من الرائحة الطيبة اللي هي النفس أو التردد الذاتي متاعك. فأنت تفتح المجال للعلو والأرض من الجان أنهم يتقربوا لك، أو الصالحين من الجان أنهم يتقربوا لك. لما يكون الثياب متاعك مدنس، وهذا ما يترتب عليه لما الإنسان يكون له عملية سحرية ويكون على غير صيام روحاني طويل وجملة أعمال، والقرين والأعوان تاع القرين يبدأوا يغويوا فيه في الأعمال السيئة، فيصبح كالثوب المدنس. والثوب المدنس رائحته كريهة ولا يقربه من يحب الرائحة الطيبة. نفس الشيء، ولو أني قلت بتعبير مجازي إن شاء الله تكون مفهوم به. هذا اللي يخص الحلقة متاع اليوم، وإن شاء الله وضحنا. إن شاء الله في الغد نحكي على كيفية معرفة الإنسان الحسود أو الإنسان الحاسد سياقا إن شاء الله. ونستنى في الكومنتات متاعكم إن شاء الله المواضيع اللي باش تطرحوها باش نسجلها، وكل درس إن شاء الله نزلوه على حسب الكومنتات متاعكم. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله رب العالمين يطهركم من الدنس ويجعلكم كلكم ذو روح ورائحة طيبة. نلقاكم، بشكركم، تصبحوا على خير.